اضرب على القلب الاحمر يا غالي، دوس على القلب الاحمر يا غالي. صفقه محمد علي بن رمضان هتدي اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. صفقه محمد علي بن رمضان هتدي اضافه قويه جدا 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 لخط وسط النادي الاهلي. الهي يا رب تزور حضره النبي عليه الصلاه والسلام يا اللي بتدوس على القلب الاحمر. مصطفى قاسم صباح الخير، محمد صلاح صباح الخير، صباح الجمال، صباح السعاده على احلى واجمل ناس في الدنيا كلها. اشرف داري مصاب، اشرف داري قدامه 3 اسابيع ويرجع يلعب كره تاني، مش عارف. اشرف داري جه يعوض غياب محمد عبد المنعم، عوض غياب محمود متولي، مدافع قوي جدا ولكن اصاباته كتير. صباح الفل على اخويا وحبيبي احمد امبابي، صباح الجمال، صباح السعاده على كل الناس الحلوه الجميله اللي بتشوفنا على الصبح كده. انا قلت اطلع، انا عملت لايف قبل الفجر وقلت اطلع دردش مع حضراتكم، هم 10 دقايق مش هطول عليك، ولكن طول ما انت موجود في اللايف دوس على القلب الاحمر كتير جدا يا غالي. دوس يا عم، ده احنا كسبانين امبارح 5-0. 5-0 يا معلم، عودة البطل يا معلم. قلت لك النادي الاهلي لما بيرجع بيكون ليه الف قومة وقومة. قلت لك قومة النادي الاهلي بتشهد عليها القارة الافريقية كلها. من الاخر كده الاهلي ماشي بيتطوح واللي خايف يروح. طيب كنت قلت لك امبارح ان محمد فتحي لاعب نادي البنك الاهلي. قلت لك على اعتاب نادي الزمالك. قلت لك اللاعب خلاص اقترب من نادي الزمالك. طيب جالي النهارده زيزو رجع الزمالك، ده في تدريبات الزمالك بس كده يعني. جالي النهارده كلام مختلف جدا. ايه الكلام المختلف يا عم حمدي؟ ان فشلت صفقة انتقال محمد فتحي لاعب خط وسط نادي البنك الاهلي الى نادي الزمالك. فشل صفقة انتقال محمد فتحي لاعب البنك الاهلي لنادي الزمالك. ايه اللي حصل؟ لسه ما عنديش تفاصيل. طب ايه القصة؟ لسه ما عنديش تفاصيل. طيب ممكن الصفقة تتم، ممكن تتم، ولكن الكلام اللي جالي ان بعد ما خلاص الراجل كان ماسك القلم وهيوقع على عقود انتقال لنادي الزمالك، قال لك لا يا عم الحاج استنى شويه، ده لسه، ده الحكايه، ده الروايه، ده القصه، ده الحدوته، وما ايه، وما جددش، وما انتقلش لنادي الزمالك، وما انتقلش لنادي الزمالك. طيب عايز اتكلم عن كريم البركاوي او كريم البركاوي اللاعب المغربي اللي فيه كلام ان النادي الزمالك خلص مع نادي الرائد السعودي. انا جات لي معلومه برضو ان اللاعب لسه ما وقعش حتى هذه اللحظه. جات لي معلومه من نادي الزمالك، يعني كل الناس قالت اللاعب قريب، لكن المعلومه اللي عندي ان هو، يعني انا برضو يعني مش متابع قوي لاخبار نادي الزمالك، ولكن المعلومه اللي عندي ان البركاوي ده في كلام، في مفاوضات، طيب وقع لنادي الزمالك. الكلام اللي عندي ان حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها ديت لسه لم يوقع عقود انتقال لنادي الزمالك. لسه لم يوقع عقود انتقال لنادي الزمالك. ده الكلام على كريم البركاوي المهاجم اللي كان جاي نادي الزمالك قبل كده لو تفتكر. فاكر انت المهاجم ده كان جاي نادي الزمالك وكان قال لك خلاص انا جاي في القاهره. صباح الفل، صباح الجمال، صباح السعاده على احلى واجمل اخ في الدنيا كلها من النمسا، عم رجب خلاف. احلى واجمل صباح على عيونك يا عم رجب يا جميل. ان شاء الله رب العالمين الدوري في الجزيره، باذن الله الدوري في الجزيره، باذن الله رب العالمين يعني. فكريم البركاوي المعلومات اللي عندي ان هو لسه ما وقعش لنادي الزمالك. في لاعب تاني اسمه يسري بزوق، لاعب نادي الرائد السعودي برضه. ده بيقول لك اللاعب ده اتفق مع نادي الزمالك. وقع؟ لا. قال لك اتفق مع نادي الزمالك. نادي الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب الجزائري يسري بزوق عشان يكون موجود في نادي الزمالك، عشان يلعب مع نادي الزمالك، ولكن لم يوقع على عقود انتقال لنادي الزمالك حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة. ف دي الأخبار بتاعت نادي الزمالك، إن يسري بزوق أتم اتفاقه. كريم البركاوي أي تقدر تقول على أعتاب نادي الزمالك، قريب جدا جدا من نادي الزمالك. ولكن
لم يوقع